خالد شلونكم؟ مريض. التوك توك التي ارعبت الطغاة. لا الفيديو مو على التوك توك، الفيديو جاء على التوك توك. كأس الخليج اجانا للبيت، عبر عتبة البيت. يوم 6/1/2023 افتتاح كأس الخليج بالعراق، تحديدا بالبصرة الفيحاء. كأس الخليج بنسخته ال25 رسميا بالعراق. بعدما طال انتظاره اتانا الى البيت. اول مره بالتاريخ طبعا مثل ما تعرفون يصير خليجي 25 بالبصره، او الخليجي هو يصير بالبصره بنسخته ال25 فيسموه خليجي 25. يعني قبله 24 نسخه خليجي، بين كل نسخه ونسخه سنتين، يعني 25 في 2. يعني الخليجي صار له 50 سنه يلعبون. من هو اكثر منتخب اخذ الخليجي؟ هو المنتخب الكويت. اول نسخه له يمكن هم اخذها المنتخب الكويت. العراق عنده 4 نسخ، يمكن مثلا 3. النسخه اللي راح صعدنا نهائي خسرنا ضد البحرين هي نفسها الخليجي 24 هاي. المهم هكذا حدث تاريخي يجب ان يكون حدث متنظم حدث بول، يعني مثل افتتاح قطر افتتاح يشك شيء. فاحنا لازم نفتتح الملاعب مالتنا حتى الخليج بعد كم يوم، من يوم 28 من 29 يعني بعد كم يوم، يعني راس السنه وراس يابا اجانا الخليج. لازم نفتتح الملاعب. وافتتحنا ملعب الميناء بفضيحه ارعب الطغاة. تفضل. واول الانديه التي امتلكت ملعب. اوكي هسه تشوفوا هيك الملعب اظلم وافتتاح، واكيد تقول للسايب مثل ما قطر مو صح. ليش تحكي عن ولا ظلمه؟ غير قطر مو ظلمه؟ اكيد يكون ظلمه وشيء مميز لا حبيبي لا انت مسالفه غلط. صحيح هذا الافتتاح ظلمه بس اللعبه عن ظلمه. تفضل. عن طريق علي حسين. شوف الخنيسي ياسين بكرة. هاي اللعبه والله، هاي اللعبه هاي يعني باديه اللعبه دقيقه ما ادري شيء. هاي باديه اللعبه باديه ظلمه. الجلوبات تحترقن والله العظيم خطا بالنظام يقول لك، بس هي ملخصها الجلوبات تحترقن. عظيمه بالافتتاح اول يوم افتتاح الملعب مال ميناء اللي حيسوون به لعبات خليجي 25 اللي هو بالباصره. من ضمن الملاعب يعني هنا يمكن 4 ملاعب عندنا. ملعب الباصره الدولي اللي هو هذا الملعب البي، وملعب الميناء اللي هو افتتحوه وحط الجلوبات، وبعد ملعبين يمكن فاحترقن الجلوبات. اكيد لازم يصرخونه حظر 10 سنين، بس لا هم زين هالمره ما صرخونه حظر 10 سنين. قالوا لنا خطا بالنظام ولم يحترق القلوبات بالفصحى يعني. قالوا لنا ما يخالف بس خلصون الخليج ب3 ايام بس خلصونا عمدينكم لا تخزونه. هو هذا رئيس الفيفا هو قال هيك. هذا الاصلع الراسه اذا تخلي صابونه تزحلق بدون تنمر رجاء. هسه يصرخني حظر باليوتيوب منو مؤسس اليوتيوب حتى ما اعرفه والله. المهم اخوان بهيك حدث لازم يجي انسان كبير، لازم يجون مشاهير ومن ضمنهم مشاهير عالميين او حتى نقول عربيين او حتى عراقيين. مثل افتتاح كاس العالم قطر اجى هذا الممثل نسيت اسمه، وجا هذا الولد اللي وياه الثاني وكان افتتاح يشك شك. وجا هذول مال بي تي اس اللي يغنون بالكوري، وهذول يعني جموا ناس عمالقه. فهنا لازم يجون ناس على الاقل يعني عراقيين قديمين، يعني اساطير على الاقل. يعني مثلا من يجي كاظم الساهر، تم تقديم دعوه لكاظم الساهر ورفضها وصمتنا 200 بين قوسين. قال ارجع كلب ارجع قال لنا وما جي. يقول اني والله ما اقدر اجي، اعذروني والله. من لم يزورنا والديار مخيفه لا مرحبا به والديار امنه. تصفيق اخوان، تصفيق شنو ايش صاير. وتم تقديم دعوه ايضا لحسام الرسام. يقول لنا انه انا ما قدموا لي دعوه رسميه من الحكومه، الدعوه كانت من الناس، وهي الدعوه من الناس يعني هي هاي الدعوه يعني شو طريق وهم يعني ما يجي بين قوسين. وتم تقديم دعوه لماجد المهندس وقال لنا والله انا عندي حفله بالسعوديه براس السنه، واللعبه 6 بالشهر يعني بعد 6 ايام، يعني 6 ايام تقدر تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتنام، تاكل يعني 6 ايام. يعني 6 ايام ترى هوايه. حتى لو نقول اول يوم 1 بالشهر والله سوى الحفله وتعبان رجع نام، ثاني يوم هم تعبان اصابه جاء من الحفله، ثالث يوم هم تعبان اصابه بالحفله، رابع يوم والسادس يوم يعني بعد 6 ايام. حتى لو تجي قبل يوم بعد 5 ايام وتطلع قبل بعد 4 ايام، يعني عندك استراحه هوايه وعندك هي. بس يقول لنا لا والله انا اعذروني ما السعودي. بس هو رجال هم حقه يعني تجنن السعودي وصار سعودي. يعني هو هسه حتى من يقولون يقدموه على المسرح يقولون السعودي ماجد المهندس صار سعودي. يعني انا اقول هم حقه بس مو مال ما تجي. يعني حقك انه تروح تصير سعودي وتخلص من العراق ومن العراق، لان ما حد ما يقدر هنا. بس مو مال ما تجي بهيك حدث يعني. ترى حدث تاريخ خليج 25 ينكتب بالتاريخ. يعني من تكتب بالجوجل الخليجي 25 وين صار؟ يقول لك بالعراق العظيم بالبصره الفيحاء. تكتب كاس العالم 2022 وين صار؟ بقطر. حدث تاريخي من ضمن الاحداث التاريخيه هذني. ما نكتب على ماجد المهندس. حسام الرسام ما ادري وين رايح ما نكتب عليه. كاظم ليش هيك كاظم ليش حبيبي كاظم مو متحبك ليش كاظم ليش لك عيل كاظم ليش ايش تسوي بيه؟ ليش ما تجي؟ مو انت كنت بالحريه هنا يمنا يا قريب الحريه والله. مو كنت بالحريه هنا مو على اساس انت متواضع. وين التواضع؟ كاظم ليش تسوي بيه؟ بعد ما رفضوا العمالقه انه يجون للبصرة الفيحاء بافتتاح كاس الخليج ويغنون، منو تتوقع راح يجي؟ منو انت قول منو سيف العزاوي؟ اكيد لا. راح تجي تيسير العراقيه. شات وقال بال90 وشك الشفشه.
يا اخوي ما راح تجي، بس اصبر خليني افهمك. تيسير العراقيه قدمت طلب انه تريد تجي وقالت ببلاش وحتى كروماري. تفضل شوف لي هذا الفيديو. مستعدة اتبرع اغني اغنية تجنن ومحترمة تليق ببلدي وتليق بالاندية الجاية وبالفرق الجاية والبلدان الجاية بأبها صورة وببلاش. اما حتى الكروة علي. تيسير اذا تريدين اطش كروه وروحي لاربي حتى تصيرين بعيد عن البصره. روح لدهوك حتى كروه، روح لدهوك حتى تصيرين بعيد عن البصره حتى ما تاثرين علينا. تعرفون اذا جيت ايش راح يسوون بينا الخليج؟ بدون كل شيء مستلمينه بالتيك توك كله يضحكون علينا. ما راح يصير. قاعد اصور اطلع برا. طلعت بلقاء التلفزيون وهمات تقول اي دج، بس شنو يعني وقفتش ويانا تيسير ما راح تنساها وبد. والله تصدق والله. بس والله خوش وقفه يعني من وحده وتوقف لنا ما توقفون. لا صعبه اخوان. وايضا تم تقديم دعوه ثانيه من سعدون الساعدي. تخيل سعدون الساعدي بخليجي 25 قاعد يطلع الملعب دائما يلعبون نفس دائما يلعبون. وتخيل اول شيء افتتاحها بايات من القران من منو؟ من سيد علي الشريفي. تجي تيسير العراقيه وسعدون الساعدي يغنون سوا يسوون ريماكس، وبعدين مقدمه يعني من هاي تحكي الان افتتاح هاي من هي؟ بنين الموسوي. تخيل هاي التشكيله موجوده تخيل صدق تصير. تخيل بس تخيل بس لا اكيد كلهم راح يصيروا وراح تجي رحم رياض مثل كل سنه بكل مكان باي شيء بالعالم كله. يصير لعبه، يصير اي شيء بالعالم، يصير برنامج، يصير افتتاح، يصير حفله، يصير نعاله، اي شيء راح تجي رحم رياض. رحم رياض رحم رياض اي شيء. رحم رياض شايف مثل الجوكر، شايف مثل عباره مثلا عندك ولد وشايب وقاس، ما عندك البنيه اللي هي كيو، ما عندك هاي فايش تسوي؟ خلي رحم رياض جوكر اي شيء لا رحم رياض. طبعا هذول الرفضه والمرفضه ما نحتاجكم. احنا عندنا والله فنانين هواي بالعراق، وحتى لو شباب مو الا فنان كبير يعني وقديم ومعروف، حتى لو فنان شاب صوته حلو ومرتب وخلنا اغنيه حلوه للشعب والخليج كله راح يكون افتتاح يخبل. بس ما حكيت لكم على التذاكر نشرا ب$7 $15 ما ادري $20. تو اول 24 ساعه من منطقه التذاكر تروحون اهل البيجات كلهم وقاموا يبيعون التذكره $7 ب$200. والله العظيم مش شقه $200. انا طبيت البيج قلت له 7 تذاكر على اساس قاعد نروح انا وجماعتي وهيجي. يقول لي التذكره $200 7 في 7 49 بدل ما $49 صار $1400. بدل $49 نروح 7 $49 $1400 لازم نتخيل. وباعنا قال $100 و$70 و$80 بس خلصر باول 24 ساعه يعني خلصر باول 10 ساعات من انطلاق التذاكر. اهل البيجات كلهم سحبوهن. وهنا نعتب على الحكومه اللي خلت يعني متقزينه. اكيد راح يصير هيك سوق سوداء اكيد سوداء لو سفن. لو يسووها تشتري على الجنسيه وعلى الجواز بطاقه واحده بس وكل لعبه بطاقه واحده بس، فراح يشتري انسان واحد. او حتى لو يجيب جماعته كلهم يجيب قرايبه كلهم ما يقدر يشتري له 10 بطايق 20 بطاقه 50 بطاقه هيك بالقوه بكل جنسيه لازم يجيبوا جواز. تعب شغله تعب. بس هسه انا اطب اول ما تنشر التذاكر اطب على البيج اشتري لي 1000 تذكره. ينباع التذاكر كلها يبقى عندي 1000 تذكره. شو اسوي انا بعد؟ بكيف انا بيش ما بيح يعني عندي 1000 تذكره. اذا ما رحت فراح يبقى 1000 مقعد فارغ. فيجون الناس يريدون يشترون بدل ما اشتري $7 بكيف انا سعر انا بقيت 1000 تذكره اخر 1000 تذكره عندي فسعر بكيف والله ابيع لك اياها $100. يعني هذا المقابل راح يشتري. اذا عنده امكانيه راح يشتري او ابيع لك اياها $50. اذا عنده امكانيه ويريد يروح راح يشتري. واكثريتهم اللي يروحون من الشباب، فمن الشباب يعني يكون مدفوعين ويريد يشتري. فاذا هو زوج راح يشتري، بس اذا هو ذكي ما راح يشتري اكيد وراح تبيعها بكيفك. فلو مسوي الحكومه باسمك وبجنسيتك او بجوازك او بالايدي مال الجنسيه او اي شيء فراح تكون تقدر تشتري وحده وما راح تصير هاي السالفه كلها. راح تظل البطاقه $7 سعرها كلش اذا تريد تصعد $10 $5 بس مو هيك. وبالاخير نقول ان شاء الله يكون افتتاح حلو وبيض وجهنا بين الخليج والناس ويشوفون العراق بابها صوره ما يحترق الى الجلوبال. وها هي سده.